مين؟ ايوه ايوه، مين؟ هو يوم زفت من اوله. نعم، عايز ايه؟ أولاً أنا آسف على الشتيمة. ثانياً مبروك، أنا وافقت على العرض بتاعكم. أما إنك بهيمة صحيح. العرض خلاص انتهى، مفيش فينيتو. لا، ما انتهاش، لأني وافقت. يا راجل بجد؟ طب مبروك. روح لهم انت بقى، لاني نويت خلاص اني ما اشتغلش معاك ولا في البرنامج ولا في المحطه دي اصلا. هادي قاعدة، فاكرة الجملة دي؟ فاكرة مين اللي قالها وقعد على السلم يشرب بيرة؟ أنا كمان هعمل كده، بس مش هشرب بيرة، وده لأني غيرك تماماً، متربي تربية غيرك، ثقافتي غير ثقافتك، تعليمي غير تعليمك. أنا هشرب ويسكي عشان أستحمل قلة أدبك. امشي من قدام البيت لو سمحت. مش همشي. ليه؟ مش انت كنت بتقول عليا مرة؟ جاي بقى ليه لواحدة مرة؟ لا لو سمحتي، خليكي دقيقة. أنا قلت أنت حتى مش عارفة تبقي مرة. طب المرة بقى هي اللي بتعتذر وهي اللي بترجع في كلامها. عندك حق، أنا فعلا زي ما قلتي كده، أنا غلطان. المفروض كنت أسيبك في الاسم تتبهدلي وتقعدي مع أمثالك وزمايلك من بتوع الآداب والمخدرات. كان زمانه دلوقتي بيغتصبوكي على الأقل 45 واحد. مش عارف يا رب أنا عملت إيه في دنيتي. كل ما أعمل حاجة كويسة آخد خازوق تركي عجب. ادفوع على معرفتك. حمزة، حمزة استنى يا حمزة. اه ما تستنى، الحقني. أحسن، اه عشان قلة أدبك. اه حمزة حاف يا واطية، ايدي. عقبال رقبتك. اه ركبتي. إيدك ولا ركبتك؟ ضرسي بيوجعني. إيه ده؟ وقعت على ضرسك؟ اه وحياة أمك لا أجيبهم لك يعملوا لك محضر هنا في البيت. طب انت وصيت عليهم ازاي في الاسم؟ يعني وصيت عليا انا ازاي في الاسم؟ أنت وقعت على لسانك تقريبا مش ضرسك. قلت لك ضرسي. فاكرة الضابط اللي كان بيحقق معاكي في الاسم؟ اسمه إيه؟ مش فاكره طبعا. اه حازم، كان اسمه حازم. حازم إيه؟ ليه وانا هناسبه ولا حاجه؟ بطلي قلة أدب. يعني ايه حازم ايه؟ اسمه. مش فاكره، يعني هفتكر ازاي؟ يعني هعمل عنه محضر ولا حاجة؟ خلاص، حازم عثمان البسيوني. يا سلام، ابن أخويا. يا راجل يا مرة. ده ايه علاقته بموضوعي؟ مش فاهمه برضه. تعليم مجاني. طبعا. أنا مش عارف أنت إزاي بتشتغلي بروديوسر بجد. أنت مش فاكرة وأنت قاعدة معاه دخل عسكري قال له قريبك الباشا عايز يقابلك؟ تصدق آه. خرج وسابني فعلا ولطعني في المكتب. قريبك ده على فكره قليل الذوق. اخرسي. أنا بقى سمعتك وأنت بتترجيه جوه، فخرج سألته قال لي أيوه، وقال لي اسمك، فقلت له طيب سيبها بس شد ودنها شوية. عشان كده لطعك ساعتين في المكتب مش عارفة تعملي حاجة. يعني انت السبب اللي خليته يلطعني في المكتب ساعتين؟ ده قليل الذوق، وانت كمان اللي وصيته على كده. تصدقني ان انت واطيه؟ المفروض كان سنتين. واطيه ها؟ اه
انا اسفه. ولا يهمك. بس والله العظيم والله العظيم الحشيش ده مش بتاعي. والله العظيم انا ما بكدبش. ولا بتكدبي وانا مالي؟ انت بس صعبت عليا. المهم رتبي لي ميعاد مع الناس اللي عندك في المكتب عشان اجي امضي العقد. طب وانت ايه اللي خلاك بقى توافق على البرنامج؟ محتاج فلوس. يعني ايه بقى محتاج فلوس ازاي يعني؟ ايه ده؟ ايه السؤال ده؟ ايه اللي خلاك توافق؟ محتاج فلوس. الحوار خلص. حوار ايه اللي خلص ده؟ انا جيت لك البيت ما شاء الله اللهم احفظنا خمسه وخميسه. البيت يا اخويا مليان تحف وانتيكات وادوار وسلالم فوق وسلالم تحت، وتقولي محتاج فلوس؟ وبعدين عشان يكون في علمك، مش معنى انك توافق على البرنامج انك تكون محتاج فلوس. افهمها لك بقى، مش انا البروديوسر، افهمها لك. لازم تكون بتحب البرنامج. لا لا لا، انت مالكيش دعوه بحب البرنامج وما بحبش البرنامج. انا قلت لك انا هشتغل عشان ايه، وانا قلت لك من الاول انت تقابلي زمايلك البهايم وتقعدوا في اي زريبه خلاص، وتحددوا لي ميعاد عشان اجي. طبعا مش هاجي اقعد معاكم في الزريبه، مكان محترم يعني. اجي امضي العقد خلاص. بس مش معنى كده برضو انك تيجي تكسر الباب عليا وتقول لي هقعد لك بره واشرب لك ازازه ويسكي. ايوه، ما انت جيتي عندي قبل كده وقعدتي تشربي بيره. وطي صوتك، انت هتفضحني. المهم تليفوني معاكي، تكلميني بكره تقولي لي على الميعاد، ومش هريحك واقول لك انا عايز فلوس في ايه، لان انا بصراحه شايف السؤال في عين امك هتتجنني عشان تقولي لي كده. امي بتسلم عليك. عامله ايه دلوقتي؟ كويس الحمد لله. اطفي دي. انا مش فاتحه البيت زريبه عشان حضرتك تيجي ترمي سجايرك هنا. يا جماعه تعالي وضحك تعالي وضحك تعالي يا جامده اديله يا حمزه. يا حمزه صباح الخير. صباح الخير. انت بتعمل ايه؟ ما بعملش حاجة، ده شوية شغل، كنت بخلص شوية شغل. انت لسه بتتفرج على الافلام دي؟ انت حيوان وما عندكش دم ولا احساس. ده انا عشان عندي دم واحساس لازم اتفرج على الحاجات دي، وانت منع نفسك عني وانا جبت اخري. ده انت خليتيني اعمل حاجات ما عملتهاش من ثانوي. طب ما انا منع نفسي عنك ليه؟ ما هو من القرف اللي انت بتعمله ده. عايزه مني ايه دلوقتي؟ عايزك ما تقربش مني، اوعى تلمسني بعد كده. احنا هنستهبل؟ حياتك بقت تقرف، كل يوم سهر وصحاب وسفر. ايه ولا كانك متجوز يا اخي؟ لا يا شيخ، وانت يعني اللي كله تمام، انت كل يوم مع اصحابك. بهرب، مش عايزه اشوف القرف ده. انت ما بتحسيش؟ عايز انام معاكي. وطي صوتك. مش هوطي صوتي. انت ليه منعتي نفسك عني وما خليتنيش المسك؟ يا شيخه حرام عليكي. اتكلم براحتك، غيره وسايبه لك البيت. ب 60 داهيه. ويكون في معلومك انا مش بس هتفرج، انا هروح اجيب واحده تعمل لي اللي انا عايزه. اعمل اللي انت عايزه يا سيف، تتفرج تعمل، الاتنين واحد. اوه، انا زهقت من طريقتك ومن طريقه كلامك ومن العيشه كلها. نكد كل يوم كل يوم نكد. ده ايه ده؟ نكد ولا معجونه بنكد؟ ده ايه ده القرف ده؟ يخرب بيتك.